رجعنا لكم تاني ومعاكم زي ما شفنا الكليب، وكنت انا وكابتن كابتن جمال حيد طبعا نجم مصر وكابتن مصر في كاس العالم اللي احنا يعني يا رب نوصل لها ان شاء الله، وكابتن نادي الزمالك النجم الجميل والكبير. مساء الخير يا كابتن جمال. مساء الخير يا كابتن حازم، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين وبشكر طبعا. هو مين مخرج اسمه؟ شريف. بشكر شريف خيري على الاهداف الحلوه دي. الناس بقى اللي عملوا لك التقرير بقى ومحي طبعا ورده وايمن ومعتز دهشور، بشكرهم جدا جدا لان فكروني بالايام الحلوه. فكرتنا والله يا كابتن مصر، والله فكرتنا بالفرق. طب انت دلوقتي لو كنت بتلعب كنت خدت لك كام في السنه كده بالاجوان اللي انت عملت تجيبها دي؟ والله اللي احنا كنا يعني معلش قطعتك يعني. لما بتقعد تتفرج كده على الناس اللي موجوده وتلاقي مثلا ملايين عماله تترمي قدامك كده وانت يعني ما يجوش حاجه في ربع الجامب اللي كنت بتعمله، بتشوف ازاي الكلام ده؟ هو يعني هم معذورين، يعني انا بشوفهم بس هم معذورين. ليه؟ لان الكوره اتغيرت. الكوره كان زمان اللي اتكلم بصراحه ولا عايزين نصارح الناس. زمان الكوره اللي كان بيشتغل فيها كان اللي لعب كوره. بعد الثمانينات والتسعينات بقت الكرة هي الوحيدة اللي بتنجم أي حد خارج الكورة، فكله دخل. فبدأت الكرة تقع. كان في الله يرحمه حسن مفتوح دخل، فكله دخل. فلما دخلوا كلهم الكرة اتغيرت. بقت ايه؟ بقت اللاعب اللي باصي باصة بس. يعني محدش فاهم. المعلق والنقاد والاعلام يطلعوه نجم النجوم. فبالتالي الموضوع بقى ايه؟ بقى بالباصه او هدف مثلا في موسم او هدفين في موسم. يقول لك فاكر لما جاب جول مره في ماتش مش عارف ايه جول. انت جبت كام جول يا كابتن جمال؟ انت اكتر واحد جبت في افريقيا. بص انا هم بيقولوا ان انا جايب 99 هدف في الدوري، انما على مدار حياتي اكتر من 170 180 هدف ككاس افريقيا ودوري عام وكاس مصر ومنتخب مصر انما هم بيقولوا 99 هدف وانا سعيد ب 99 هدف. ليه بقى كنت دخلت نادي المئة؟ اقول لك، ما دي برضو من ضمن الحاجات الوحشه. في مين؟ في الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي. طبعا الماتشات دي بالنسبه لك ذكرى غير طبيعيه. طبعا كاس عالم، طبعا ده ماتش هولندا من احلى الماتشات. كلنا كنا قاعدين الماتش ده نهار، اجواء غير طبيعيه. بص ابراهيم حسن بتلعب ما كنت ساعتها دي احسن فرقه كانت في العالم، انا ما خدتش كاس العالم يعني، بس كان بطل اوروبا قبلها بسنتين. 98 يعني كل النجوم دول كانوا هم اللي على التوب يعني. كانوا بيلعب برشلونه، خولات ميلان، رايكارد ميلان، فان باستن ميلان، كان اسامي ريكارد. بقول لا جامدين جدا. المهم يا ريت لو شريف عنده التغذيه بتاعت ريكارد، يا ريت الشوط الثاني اكيد موجود. دي من كلاسيكيات الكره المصريه. يا صح. ايه يا شريف؟ احنا عندنا ملخص الماتش اكيد هتيجي فيه. انت لعبتها في الاخر اوفر. ايوه الكاس. بص يا كابتن حازم، فابتدى اي واحد. انا لو دخلت نادي المئة المعلق بيقول ايه؟ في نادي المئة في الخطيب وحسام حسن والشاذلي، يقول كذا اسم كده. وفي واحد بقى هي اللعبه دي يا حازم. طب افتح الكاميرا بقى، افتح الكادر بقى، افتح الكاد. ايوه بص ادي واحد. الراجل مش متعود على الكلام ده، قال لك هيرفع بقى، مش متعود. الراجل عمال يلف. هو عنده في اوروبا هي واحده وبترفع. هي صح. انت كنت مبسوط انت بترقصه؟ طبعا. بس انت انا عارف احساس اللعيب ده، ان اللعيب كيو بترقصه فبياخد بقى كمان واحده. ايوه يعني انت عارف، حسينا بقى ان احنا بنلعب كوره بجد. ايوه لا كوره بجد، احنا كنا خايفين منهم جدا. فلقيتها بقى فرصه. حسيت انه عادي يعني. فرصه ان انا رقصوا بقى وبين للمصريين ان احنا عندنا، بس كنا خايفين. ايوه الخوف ده، الخوف لو ما كنتوش خايفين كنت ممكن تكسبوا هولندا كتير. لا والله ملعب مفتوح يا كابتن جدا، وبتعمل كل حاجه. بص بتعمل كل مفيش حد مفيش حد ضغط خالص يعني. لو عديتها قدام مفيش حد هيجي لي. وبعدين بص كمان الكاس، وانا ليه بعمل كده كمان؟ جيت ارفعها اول مره مستني حد يخش، كلنا خايفين بنلعب ورا. فدلوقتي بصيت لقيت حسام والكاس، فرحت رافعها. حسام اهو جه كاس اهو فيرست تايم المفروض جول دي بقى، انما قدر الله شاء فعل. المهم فيجي يقول لك ايه؟ انما كان في واحد اسمه جمال عبد الحميد جاب 99 هدف. ده بقى لو يكمل الهدف ده بقى كان بيلعب بدماغه كويس، ده بقى كان مش عارف ايه. اتكلم عليا انا اكتر وانا مش في نادي المئة. مش كده انا سعيد بيها اكتر يعني. لو في نادي المئة مش هتكلم عليا. وبعدين كنت بتلعب بشمالك بيمينك فوق وتحت ومحطه. بس هي برضه لا دي واحده ثانيه دي لا للهيدرز. ده الهيد بتاع الجول وقف غلط وغلط. كان انتوا كمان يعني يعني دلوقتي هو حسام واخد حتتك اللي انت كنت موجود فيها دلوقتي وانت دخلت جوه.
هيرفع احمد. اخش كمان يا كابتن احمد. لا ما هو خلاص هو عارف ان انا جاي. فالعباء المفروض بقى الجول لو وقفنا شريف شويه المفروض الجول يجي على القريبه، فوقف في النص. بص انا لعبها في البعيده على اساس ان الجول هيجي على القريبه، المفروض قالب به كوره الجول لازم يلعب على الارض القريبه عشان لو احمد رمزي غلاشة ممكن تيجي جول، فالجول وقف غلط فصدها غلط. تخيل. والله والله هي جت فين الكوره دي؟ اهي ماشيه جت في ايده وهو جاي. بص ماشي يا شريف. دي في نص الجول. هو كان المفروض يجي كده. انا كان سهل جدا احطها في القريبه بس انا قلت هيجي يعني جري. انت موجهها في اللي عاملها كده. انا قلت هو هيجي جري عشان احطها في البعيده فهو جه غلط. بدليل ان هو ما مسكهاش، ده هو كان جاي وبعدين مسكها بايده الشمال. كلنا في البطوله دي ماتش انجلترا اللي في الهيد دي، الكره اللي في انجلترا ندمت عليها. دي بتاعتي اكتر كوره ندمت عليها. طبعا طبعا. كان وبرده احنا انجلترا لعبنا سجال وخسرنا 1-0 بس بكون اوفر كده يعني. شريف ده بص انفراد برجل الشمال لحسام. بص انفراد مش واخد باله. يعني لو عملها من تحت جول. بقول لك ضيعنا جول كتير جدا. ضيعنا جول كتير جدا. ايام حلوه هتتعوض دي. تفتكر يعني هنخش ممكن المره دي ولا؟ ربنا يسهل ان شاء الله. ربنا يسهل. طب عايز تبتدي منين يا كابتن؟ تبتدي من نادي الزمالك والاحداث تحط معانا على سامع التليفونات وسامع الحاجات، ولا عايز تبتدي على منتخب مصر؟ انا عايز ابتدي الاول بعد اذنك. انا وكابتن كابتن محمود ابو رجيله كنا في اليمن. وهنقل بس يعني رحله اليمن هنا في دقيقه واحده بس. ان احنا اليمن اليمن فيها برضو فيها مظاهرات زينا يعني. دلوقتي الايام دي حضرتك هناك كنت يعني؟ انا كنت من اسبوع كنت بحضر فرح ولاد الشيخ احمد صالح العيسي. صالح ومحفوظ والاثنين بيتجوزوا في يوم واحد، وهو الشيخ احمد ده رئيس الاتحاد اليمني. في هناك حددوا ميعاد الدوري وفي مظاهرات هناك. هناك بيعملوا في اليمن قله شويه عندنا في الميه هناك في اليمن. ورغم ذلك بيعملوا عشب صناعي علشان يبتدوا الملاعب كلها تبقى عشب صناعي، ما يبقاش في مشكله. انا ليه ذكرت كده؟ انا رحت اليمن لقيت حاجه، لقيت في تقدم مع ان في مظاهرات هناك. في قرارات تمشي الرياضه هناك مع ان في مظاهرات هناك. فانا طبعا يعني بحييهم على ان برغم الظروف الصعبه ترجع بقى. انا بتكلم يعني ابتديت من اتحاد الكوره ان لو احنا لازم ترجع لان الموضوع صعب جدا. اي مشكله ليها حل. فهناك في اليمن لقيت في مشكله ميه يبقى في عشب صناعي، مشكله مظاهرات لا لازم عشان الناس الرياضه بتفك عن ناس كتير جدا. فالموضوع كان عجبني جدا جدا. فانا بنقله هنا اتحاد الكوره. كل حاجه ليها حل يا حازم، بس احنا مش عارفين نبتدي الحل منين. كلنا دايما نقول ايه؟ اصل حازم يزعل، اصل فلان يزعل، اصل دي هتضر فلان. احنا عايزين المصلحه العامه ايه؟ هناك لقوا المصلحه العامه كذا يبقى تعمل كذا، خلاص مفيش حد ما تمشي المصلحه العامه هتجب على الكل. بس فده اللي انا كنت عايز اقوله بالنسبه للرحله ديت. وكان معاك كابتن ابو رجيله طبعا اخف دم في الدنيا، وكان ماسك منتخب اليمن هناك يعني. عنده ذكريات هو كويسه مع اليمن قوي. طيب خلينا ابتدي، ما دام انت ابتديت نبتدي من المنتخب بقى ولا ايه؟ نبتدي من المنتخب يعني. من الزمالك من هنا. طب خلينا في الزمالك الاول. خلينا في الزمالك. انت سمعت ليك تعليق على الكلام اللي حصل يعني في التليفونات ولا حاجه؟ طبعا احنا ما ينفعش احنا نرد على بعض في برامج ولا في الاعلام ولا في الصحافه. احنا عندنا نادي بيجمعنا. والنادي ده ليه كبراء يعني، ليه لجنه حكماء، ليه ناس كبيره يعني. عندنا الكابتن حماده، الكابتن ابو رجيله، الكابتن نبيل نصير، كابتن احمد مصطفى. عندنا ناس كبار اللي هم كابتن احمد رفعت طبعا. عندنا ناس كبار نقعد معاهم نتكلم ونتخانق مع بعض بس جوه الاوضه جوه النادي. ما نطلعش في هذا العصر يعني اللي هو كله تلفزيونات وفيسبوك وتويتر واولاد صغيرين ما بيشوفوش غير التلفزيون، مش هيجوا يقعدوا في النادي مثلا فبيشوف ان هو. بص يا كابتن حازم، انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. احنا قبل الكابتن حلمي طولان لما يجي النادي كان في 3 مرشحين او 4 أو 5 مش على قد الاسماء يعني. بس كان من ضمنهم مين؟ حلمي طولان صح؟ تمام. اما النادي اختار حلمي طولان كان ممكن يختار واحد من ال7 واحد من ال6 اي واحد من اللي هم الناس كلها كانت مرشحاهم صح؟ اختار حلمي طولان. وحلمي طولان طلع مش موفق في ال5 ماتشات ولا الفتره اللي قعدها. طب انا عايز اقول حاجه، كان ممكن يجي مثلا اي حد تاني مكانه ما يبقاش موفق. والناس كلها كانت بتقول احنا عايزين واحد من ال3 دولت واحد من ال4 دولت، فجه واحد وما بقاش موفق. هل انا اخترته عشان هو وحش ولا حلو؟ كنا مرشحينه عشان هو مدرب فاشل ولا مدرب ناجح؟ كنا مرشحينه ليه؟
الدنيا كانت مرشحه عليه. ما هو انتوا جيتوا تختاروا كمجلس اداره، انا اكلمك كمجلس اداره، ترشحتوا 6 7 اسماء وصفوا على 4، صفوا على 3، صفوا على 2، اخترتوا واحد من الاثنين. تمام. عشان وحشين ولا كويسين؟ المفروض عشان كويسين. اذا انا ما اجيش على 5 6 ماتشات وانا بعذر الراجل ان هو عنده 5 لعيبه بره سافروا واحسن هداف عندنا سيسي مشي، واجي اقول ان ده فاشل او ده وحش. لا، فلازم اديله فرصه كامله، وانا ضد ان هو يمشي دلوقتي، ضد. لازم ياخد الفرصه كامله. الناس هيقول لك بقى كابتن حازم جايب كابتن جمال عشان هو معاه في المجلس. ما انا هقول لك دلوقتي، ما انا هقول لك برضه على هشام يكن. لا يعني هيقول لك بقى ده جايب. اتفضل يا كابتن. لا، ما انا بتكلم، انت عارف انا ما انا عارف، بس الناس انا صريح، انا هتكلم طبعا. الناس بتاخد على ان دايما. اتفضل يا كابتن. انت قلت لي حاجه قبل التسجيل ولا ايه؟ ما اعرفش والله. احنا شفنا لسه بعد حلقه امبارح فوجئت قال لك ده جايب حلمي طولان عشان يعني لا انا هتكلم اللي انا عايزه، اللي انا شايفه نادي الزمالك. اصل انا هقول لك حلول، والحلول دي انا هتهمك انتوا ما بتحلوهاش ليه؟ صح. يعني في حلول اللي احنا فيه دلوقتي يعني ماشي، بس ليه؟ فاحنا دلوقتي عايزين الاستقرار، ان حلمي يكمل وياخد فرصته. واحنا كلنا نادي الزمالك ليه فضل كبير قوي ربنا، ثم نادي الزمالك ليه فضل كبير علينا كلنا. دلوقتي انا ضد ان يقول لك يعني انا مع هشام يكن ان هو لازم ياخد فرصته زي اسماعيل ما خد، زي ما اشرف خد، زي ما احمد رمزي خد، وهشام يكن لعيب كاس عالم، وزي ما سمعت معاك ان هو خد بطولات مع نادي الزمالك. لازم ياخد فرصته، يلعب، ياخد مدرب عام مع حلمي، ياخد مدرب عام مع اي حد، يمسك مدير فني زي ما هناك في النادي الاهلي عملوا محمد يوسف مدير فني. لازم ناخد فرصتنا، بس الفرصه دي تيجي امتى؟ ما تجيش على انقاض حد، تيجي ان شاء الله بالدور. احنا يعني الحمد لله كلنا مدربين ناجحين جدا في انديتنا بره، كنت انا ولا طارق يحيى ولا محمد حلمي ولا طه بصري ولا فاروق جعفر، كله في بره ناجح، وحلمي طولان كان ناجح بره، وكله كان ناجح بره، صح. فالدور هيجي بس ما جيش على انقاض حد. انا اول حاجه اقول بالنسبه للاستقرار والكابتن حلمي، ان احنا دلوقتي ضد حته ان جيل السبعينات وجيل الخمسينات وجيل الستينات وجيل التسعينات. انا واحد من الناس، لو انا الفرصه هتيجي للكابتن محمود ابو رجيله انا اديها له وانا مش مرتاح. الراجل ده صاحب بطولات، لو جينا قلنا البطولات اديها له مرتاح، عنده 60 سنه، عنده 70 سنه، مدرب ناجح ولا مش ناجح، ما يهمنيش السن. جت فرصه لهشام يكن اديله، هشام يكن عنده 40 سنه 50 سنه ما بيفرقش. انا ما يهمنيش السن، يهمني هيقدر يقود النادي لبطولات ويفرح جماهير الزمالك، وعنده الخبره اللي هي تخليه يقود ولا ما عندوش. فاحنا دلوقتي ده دور حلمي طولان، وانا عارف ان احنا ماشيين بالدور، مفيش حاجه اسمها كلهم ناجحين، بس جه الاختيار على حلمي، فده دوره لازم ياخد فرصه كامله. ما يجيش انا ادي له 5 ماتشات واقول له لا شكرا يا حلمي انت متشكرين. والجمهور اللي هو بيطالب بمشي حلمي طولان، الجمهور ده اللي كان مرشح حلمي طولان وطارق يحيى وطه بصري وفاروق جعفر، هو اللي كان بيقول اختاروا من الاسماء دي. فييرا ماشي، اختاروا من الاسماء دي، فانتوا اخترتوا او مجزر اختار من الاسماء دي حلمي. فانا ضد ان هو يمشي. الحلول بقى حسب، ويا ريت اتفضل لو في حاجه. لا واحنا عندنا فاصل بس لسه ناقص عليه 20 30 ثانيه لا مش هقدر يعني اقول اول حل. الحلول كتيره فهنقول طيب خلينا نطلع فاصل. نطلع فاصل الاول. طيب نطلع فاصل ونرجع مع بعض نكمل حلقتنا مع كابتن الجميل والكبير مكانة وقيمه واداء وكل حاجه، كابتن جمال حميد بعد الفاصل. وهات وخد انما سيد يوسف، جمال عبد الحميد حماده بيلعب عاليه، جمال عبد الحميد لخالد جلال، خالد جلال وجمال عبد الحميد. جول 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 الثاني امضاء جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد يخش بيها جوه 18 جمال عبد الحميد، جمال هو جول، جمال هو جول وجول وجول ويشوط جمال يا سلام، مهارة عالية من رضا عبد العال، ثبته فاتر اوفر حلوة وجمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد مستنيها عرضية وجمال عبد الحميد هو جول. يا خبر ابيض، لسه بقول لحضراتكم من منطقة جميلة جدا بالنسبة لنادي الزمالك.
طيب رجعنا لكم تاني، ومعانا طبعا كانت اهداف جميله ممتعه، ونفكر الناس كده بالزمن الجميل لنادي الزمالك، واحد فرسان الزمن الجميل كابتن جمال عبد الحميد. كنت بنتكلم على نقاط، وكنت عايز تقول اول نقطه هتقولها. انا بس قبل ما اتكلم عن النقاط ديت، انا كنت شفت في تقريرك اللجنه اللي هم الرياضيين اللي راحوا للكابتن طاهر ابو زيد. عايز بس اسال كابتن طاهر. معلش قبل ما نخش في الكابتن طاهر هاخد تليفون بس مهم. معانا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن سيد. كابتن حازم ازي حضرتك؟ تحياتي للكابتن جمال. اهلا كابتن سيد، ازيك يا كابتن سيد؟ الله يخليك الحمد لله. كابتن سيد مبروك الاول على التاهل، وربنا يرب معاكم ان شاء الله ماتش القطن الكاميروني. يا رب ان شاء الله. انت مع الاولاد شكلك، في معلش خدناك منهم شويه. لا ولا يهمك، تحت امرك. لا بتكلم على يعني سمعنا ان الاهلي كان عنده بعض المشاكل او بعض الاعتراضات او بعض النقاط في موضوع اللوائح ولائحه الانديه ولائحه مشؤون اللاعبين، وان انت يعني في اعتراض على بعض الحاجات. ايه ابرز الحاجات دي يا كابتن سيد؟ والله بص، يمكن انا عارف عندنا في النادي بتبقى الامور مقسمه شويه، الحاجات اللي هي مرتبطه بالحاجات كنادي كاساس نادي او لائحه اساسيه او حتى لائحه انتخابيه او ما شابه ذلك، بتبقى خاصه لجنه الكوره او اداره النادي الكبرى يعني. لكن الامر اللي انا فيه، عشان ما ادكش معلومه تبقى ناقصه او معلومه مش صحيحه، مركزين شويه في حته البطوله الافريقيه كجهاز الكوره يعني. فهي دي اللي انا ممكن يعني اقول لك فيها كل حاجه، لكن الثانيه مش قالق ان انا اقول لك معلومه تكون ناقصه ولا حاجه كده حاجه. لا تمام. طيب كابتن سيد، ماتش القطن الكاميروني، بلد جروه، مدينه صعبه لعبتوا فيها في 2008. شايف الماتش هتروحوا بدري، هتعملوا ايه الاستعداد هناك ازاي؟ الماتش اكيد صعب هناك يعني. هو خلاص الاتحاد الافريقي حددوا النهارده، بعت لنا خلاص المواعيد النهائيه يوم 5 ان شاء الله الساعه 3 في الكاميرون باذن الله. ده اللقاء الاول. اللقاء الثاني هيبقى في القاهره باذن الله يوم 20. زي ما حضرتك شرحت بالتاكيد، قلت ان هي الاجواء او المدينه ممكن تبقى بعيده شويه، الترتيبات محتاجه اهتمام اكثر، وده اللي احنا بنعمله يعني مستعدين له باذن الله. يعني اللي عايز اكد عليه بس، يمكن الناس رايحه في اتجاه ان انت ما قابلتش الترجي وبتقابل القطن الكاميروني. هو في النهايه الدور قبل النهائي يا كابتن حازم، يعني الحسابات بتبقى مختلفه تماما عن حسابات دوري المجموعات او ما قبل دوري المجموعات. ممكن في دوري المجموعات تقدر ان انت تراجع نفسك او تقدر ان انت تعيد نفسك للصوره وتدخل نفسك في اللعبه من جديد، وده اللي حصل معانا على فكره في بدايه دوري المجموعات. كانت بداياتنا الى حد كبير مش موفقه، قدرنا او خدنا نقطه واحده بس من ماتشين، مباراه نادي الزمالك ومباراه اورلاندو، تمام. لكن عشان ده حساب مجموعات ودوري او دوري مصغر يعني، فالامر قدرنا ان احنا ناخد 10 نقاط بعد كده، فده ساعدنا. لكن في الدور قبل النهائي قد ما يسعفكش الوقت، فلازم تحترم الخصم اللي قدامك ولازم تقدره ولازم تعمل حسابك بشكل كبير جدا جدا، وتعمل حسابك كمان ان هو وصل للدور قبل النهائي. فهي مباراه قويه جدا مع فرقه محترمه مقدمه عروض كويسه الى حد كبير جدا في دوري المجموعات يعني. كابتن سيد، عايز اكد عليه. اتفضل. ماتش العوده، هل يعني ذكرتوا سمعنا في ملاعب كتير انتوا عايزين تلعبوا فيها، لكن هل في ملعب خلاص الامن وافق عليه ولا لسه برضه انتوا في مرحله الجونه والحته دي؟ والله لسه يعني، اتمنى يا رب انها تقام في القاهره، يعني اي حته في القاهره اتمنى يا رب طبعا. طب ملعب الجونه ماشي كويس معاكم يعني يا كابتن سيد، والدنيا ماشيه كويس؟ كلام جميل والله، وانا بشكرهم. انا لسه يعني الكلام انا بشكرهم جدا كمسؤولين كمان، لان هم ما دخلوش علينا باي حاجه خالص يعني، لا امنيا ولا حتى مسؤولين نادي الجونه كلهم يعني كلهم. حاج احمد الصحيفي والمسؤولين مجلس اداره نادي الجونه بالكامل يعني، كل الدعم يعني. لكن انت في النهايه كابتن حازم بتبقى حابب تلعب في حاجه انت واخد عليها بشكل كبير جدا. والله ما امكنش خلاص. انا عايز اقول لك مش سر يعني، احنا من بعد مباراه اورلاندو الثانيه قلنا للفرقه بتاعتنا مش عايزين نتكلم في اي وقت واي زمان عن الملعب، هنلعب في اي مكان، هنلعب داخل مصر هنلعب خارج مصر هنلعب. الحاجه الاكيده بالنسبه لنا ان احنا المباراه هتقام. الحاجه الاهم من كده والدافع اللي عندنا ان احنا عايزين ال3 نقاط، فهو ده اللي احنا بنشغل نفسنا بيه يعني. ايا كان الملعب احنا عايزين نكسب ان شاء الله، وان كان ده يا رب باذن الله تكون الامور بقت احسن. متعب خلاص ان شاء الله يكون جاهز. كان معانا كابتن احمد ايوب بيقول ابتدى هيخش التمرين الخميس ان شاء الله باذن الله، التدريبات الجماعيه باذن الله. باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. تحياتنا ليه وتحياتنا للنادي الاهلي بشكل كبير. طيب اتفضل يا كابتن مصر. معلش انا قطعتك، معلش. لا ناخد بس تليفون نعرف برضه اخبار النادي الاهلي، والنادي بيمثل مصر حاليا في بطوله افريقيا ويعني نعرف اخر الاخبار بالنسبه له. هو التليفون كان مهم جدا.
لان خدت منه حاجه. فانت كابتن سيد اتكلم بطريقه لذيذه جدا ونال احترامنا. ما انت سالته عن حاجه هو لسه ما خدش فيها معلومه او عنده معلومه ممنوع يقولها. ايه اللي حصل؟ قال لك انا ما اقدرش اقول حاجه تخص لجنه الكوره لان دي لما يكون عندي معلومه هرد عليك يا كابتن حازم. ما فيهاش انتقاد دي ليه ابدا، لانه راجل كل واحد عارف النادي الاهلي بيعمل ايه. كان ممكن يرد عنده المعلومه ممكن يرد، وما عندوش المعلومه ممكن يرد ويقول اي كلام وبس عايز يتكلم. فانا بحترمه وبشكره واشكر النادي الاهلي على السيستم اللي ماشي فيه دوت. انه اداها حط الكوره في ملعب لجنه الكوره هو اللي يرد عليك لان دي شغلتهم، وبعدين هم يوصلوا له. فدي يمكن احنا بنفتقدها شويه في نادي الزمالك يعني. كل واحد بيطلع يتكلم لمجلس الاداره، للعيبه، للجهاز، بقى دلوقتي مع الجماهير، بقى مع الاعضاء في النادي. كل واحد لو سالت سؤال اي حد في نادي الزمالك يرد عليك في اي وقت وفي اي لحظه اي سؤال. ماشي. انا بس قبل الفاصل قبل كابتن سيد كنت عايز اسال كابتن طاهر ابو زيد او مدير مكتبه اللي عزم النجوم الكبار دول، هل اسم جمال عبد الحميد سقط من مدير مكتبه ولا هو كانت متعمده ان ما يعزمش او ما يجيبش كابتن مصر في كاس العالم يستضيفه عشان يتكلم؟ مش عارف هل دي مدير انت حضرتك ممكن في ناس ما راحتش، انا قلت حضرتك ما رحتش مثلا ولا حاجه هل هي مدير مكتبه اسم جمال عبد الحميد كابتن مصر في كاس العالم ولا طاهر ولا سقط من طاهر ولا هم تناسوا ولا اتنسى؟ انت طبعا انا بسال الكابتن طاهر او مدير مكتبه يعني. يا ريت حد يرد علينا. انا اعتقد ان كابتن طاهر اصل ده تاريخ، كابتن طاهر من الناس المحترمه جدا. حضرتك كل الناس اللي قاعدين محترمين جدا على دماغنا وكباتننا، بس في ناس اصغر مننا وناس ما لعبتش حتى ما لعبتش كاس عالم. يعني انا وخالد اولمبياد، انا وخالد الغندور ما لعبناش كاس عالم. انما ما فيش حد لعب كاس عالم غير جيل واحد بس، جيلكم انتوا ما شاء الله. ولا واحد من كاس العالم موجود. يمكن هو طاهر هو اللي بيمثل بتوع كاس العالم. لا طبعا نقطة مهمة، وان حضرتك اكيد ما ينفعش كابتن مصر وما يكونش موجود في بتاع الدستور، ما ينفعش. طب انت ايه ابرز الحاجات اللي كنت ممكن تقولها في الورشه العمل اللي هي الدستور؟ انا كنت هقول من ضمن الحاجات اللي في الدستور حاجه تخش بقانون للدستور، مش بالدستور. قانون بقى، قانون رياضه، مش قانون رياضه. ان احنا دلوقتي عندنا الجمعيه المصريه لرعايه اللاعبين القدامى كابتن حازم. بنروح للاسر للنجوم الكبار قوي قوي اللي احسن مننا مليون مره، بس ماديا تعبانين جدا جدا. فلازم يبقى في قانون الرياضه في الدستور، لازم يبقى في معاش قيم للناس دي اللي هي سلمتنا الرايه، اللي هي اسعدت اللي قبلينا، اللي هي كانت عملت بطولات لمصر، اللي هي اسعدت الناس كلها في الملاعب المصريه. فانا كان نفسي اتكلم في ديت لان كل واحد بس ده قانون. انا بتكلم على الدستور دلوقتي. ما انا بقول لك ان يكون حته في القانون من الدستور. انما الدستور طبعا رياضه للجميع. النهارده اتمنى ان كل الناس الساحات الشعبيه او الحتت الفاضيه كلها الموجوده في مصر كلها تتعمل كلها ملاعب كوره زي اوروبا. يعني والله انا قلت النهارده الكلام ده، انا قلت النهارده يا كابتن الكلام ده في الاجتماع. قلت انا اتمنى ان الرياضه ما تبقاش من حد، يعني اصل تحس دايما ان هو ايه وهنديكوا رياضه مثلا، او حتى في المدرسه حصه الالعاب دي هزار، او يعني اللي مخلي الناس في اوروبا يعني متقدمين متهيألي لان عندهم الرياضه دي اسلوب حياه، يعني بينظم سيستم حياته كده. النهارده عندي كذا 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 والرياضه، الشوارع مؤهله انك تجري فيها او تلعب في رياضه، المساحات اللي موجوده لازم يبقى في مساحه خضراء تشتغل فيها، المدارس عاملين مساحه خضراء تلعب فيها كوره او تلعب فيها رجبي او تلعب فيها اي حاجه، وما بيجيش على في حصه الرياضه او في حصه الالعاب مثلا ياخدها البيولوجي ولا الكيمستري عشان ده الاهم. فاهم انت الحاجات دي؟ ده منتاليتي بتاعت ناس هي اللي بتديك الاهميه دي للرياضه ولا لا. وانا شايف ان هي اساسا ان هم ما حطوهاش في رانك 50، فواضح ان هو نفس الفكر لسه ان الرياضه دي يعني حاجه هزار، وده طبعا يعني حاجه يعني وده الناس كلها كانت بتتكلم فيها على فكره النهارده في الكلام. استاذ خالد عبد العزيز وزير الشباب حاليا جميل الراجل ده برضه كان بيتكلم في برنامج لذيذ جدا عجبني جدا. قال ان الرياضه هتوفر مليارات الجنيهات على وزاره الصحه. طبعا لان الشعب صحي طالع صحي، مش محتاج مستشفيات، مش محتاج علاج، مش محتاج دعم للعلاج كتير جدا. فالرياضه دي مهمه جدا، مهمه جدا تحط في الدستور، مهم جدا الناس كلها تمارسها. كابتن اي حاجه في العالم كده، شوف كده مثلا اي حدث هيحصل في العالم، حد عايز يعمل بروموت لحاجه، عايز يدعي لحاجه، لازم هتلاقي في لعيب او رياضي موجود، لان دايما دول هم اللي عليهم
اللي بيعرف يجذب الشباب، بيعرف يخلي يبين للشباب ان الراجل ده طالع معايا من وانا صغير لكبير، ملتزم اخلاقيا، ملتزم بدنيا. لازم ده بيبقى الايكونز دول الرياضيين دول مهمين جدا على مستوى الشعوب المتقدمه يعني. فانت لما تيجي هنا في مصر تلاقي ما فيش حد في لجنه ال50 ولا في ال10 ولا في حاجه. فبالتالي كان انا شايف، انا بشيد بالوقفه اللي هي النهارده كانت، وطبعا بشوف ان حضرتك لازم تكون متواجد انت، حتى كقيمه ان انت الجيل الوحيد اللي وصلته كاس عالم، كنت كابتن النادي كان المفروض تبقى او كابتن المنتخب كان، ولكن انا اعتقد ان هو خطا غير مقصود، لان قيمتك اكيد عاليه والناس كلها بتحترمك يعني. ده جيل كاس عالم. وانا استغربت كمان ان انتم ما شاء الله اعلاميين هناك، وما فيهوش شوبير برضه يعني كاعلاميين. احنا مش رايحين كاعلاميين يعني. انا شايف كل اللي كانوا موجودين اعلاميين. خالد غندور اعلامي راح لعيب كوره. خالد لعيب كبير برضه اعلامي. هي دلوقتي اعلامي بس الاصل يعني. انا طبعا مش بتكلم على خالد غندور، انا بتكلم على معظم الناس اللي كانوا موجودين خالد شويه. لا ده خالد حبيبي، ده ابني، ده خالد اللي بيلعب كوره. انا قصدي اقول لك يا كابتن حازم، اتفضل يا كابتن، ان ما ينفعش برضو جيل كاس العالم يتجاهل كده، يجائي او يتجاهلوه. انا اعتقد انها سهوه من مدير مكتبه، مش تناسه، هو سهوه بس من مدير مكتبه. انا بضم صوت لصوت حضرتك واتمنى. يا اما بقى هم اعتبروا ان كابتن طاهر هو اللي بيمثل جيل 90. كلمه في التليفون، كلمه في التليفون يا صاحبك، راجل جميل، راجل محترم يعني. طيب نخش بقى على المشاكل ونادي الزمالك والحلول. نبتدي من اول حاجه، صرح نادي الزمالك ووجوده في وسط المهندسين. ازاي يكون بيعاني من ازمه ماليه؟ ازاي؟ اول حاجه لازم يبقى فيه فعلا لجنه تسويق بجد لمنتجات النادي. منتجات اوكي. ايه منتجات النادي دي؟ اللي هو الفان شوب يعني، اللي هو ايه، عباره عن ايه؟ اللي هو السور. لا السور. انا بعتبر الحاجات دي منتجات النادي، مش هنعمل منتجات بره. صح. السور، العواميد بتاعت او الدور اليونيبول، جوه اليونيبول اللي هو جوه الملعب مش بره عشان المحافظه. لا جوه النادي في 6 للنادي. طب على الشارع بتاع فوق المحلات بتاعت لا لازم يبقى. طب انت عايز ارد عليك ولا انت بتدي السؤال؟ انا هدي جوه النادي. انا في رد على الكلام ده لو حضرتك تحب ارد، بس انت سيبك. لا ما هو بقول لحضرتك، ما هي مثلا السور ده في حوالي 7-8 محلات مثلا ما بيتباعوش، بقى لهم قد ايه دلوقتي؟ 7-8 شهور. طيب المجلس ده اللي جه في 2009 هو اللي جه برضه في 2009 باع حوالي بما يوازي 35 مليون جنيه في المحلات. اليونيبول ده اتعمل في ال6 شهور دول يعني، في بقى ثالث مره يتعمل مزايده عليه، ما حدش بيجي. اليونيبول ده قبل 2011 كان الناس بتتهافت عليه وكان بيجيب 6 مليون او 4 مليون. فهو حال اللي انت فيها يا كابتن، حال اللي الاقتصادي، ما حدش بيحط فلوسه حاليا في ارقام، لان ما فيش حد بقى يعني. ده بقول لك يعني، وطبعا بص يا كابتن يعني خلينا واقعيين، لكن هي الدنيا صعبه، خلينا واقعيين. الناس بتتكلم بس الدنيا صعبه. اتفضل يا كابتن. انا بمشي على كوبري 6 اكتوبر بلاقي اليونيبول ده كتير وزياده. ايوه صح، بس هو كابتن كان بيجيب مثلا 5 معروض عليك 1. مش مشكله تاخد الواحد، لان انا دلوقتي كل بس هو لازم تعمل مزايده والثانيه والثالثه عشان كل الانديه، عشان الوزاره ما تقولش انت بتهدر المال العام، لان هيجي يقول لك ايه، انت اخر مره عامل ب6 مليون، طب ليه بتقبل مليون؟ ما ده بيجي عليك بقى في الاخر. لازم تعمل كل الاستيفاءات القانونيه، ما بس نشرح للناس برضه عشان زي كلام واقعي فعلا. طيب هو ده بقى اللي مأخر الرياضه في مصر. عشان كده الدستور كان لازم يبقى موجود، لان لازم تتحرر الرياضه من انا رايي 100% صح. انت جبت فلوس منين؟ انت عملت ايه؟ مش عارف ايه اللي حصل. طب تعالى انت عملت مزايده مرتين بس، ليه مش 4؟ ليه جبت اقل سعر؟ ما ينفعش. انا عايز امشي نفسي. اللعيبه ليها فلوس، ما بيحصلش الكلام ده. اللعيبه فلوس. النهارده وانا كنت بحلل ماتش الزمالك الوردز قالوا ان كويس 700,000 جنيه داخلين النادي. تخيل 700,000 جنيه، نادي الزمالك اللي محتاج 70 مليون جنيه 700,000 جنيه يدخلوا النادي على الاقل مرتبات الموظفين. فاحنا النهارده لو كل حاجه اتعملت، كل الانديه النهارده كابتن حازم بتعمل ايه؟ بتقلل من عقود اللعيبه، بتقلل من المدربين، مرتبات المدربين، بتقلل من حاجات كثيره. الانديه كلها في مصر. فانا برضو اقلل بالنسبه اللي انا كان هجيب لي 5 مليون، مش لازم يبقى ال5 مليون. بقول لحضرتك ما هو الزمالك هيعمل كده فعلا، بس لازم ياخد الاستيفاءات القانونيه عشان ما يبقاش عشان كده لازم تحرير الرياضه، لازم تحرير الرياضه من الحته دي، من الرقابه ديت. ليه؟ لان المجلس عيني. انا بس هشرح للناس حاجه جديده. اهو ده ممكن يبقى مكان اوتيل، مكان فندق وجراج في المهندسين. ده حمام السباحه. لا ده الحته اللي هي عندنا. الحته اللي عند كابتن لطيف. هي كابتن لطيف. دي استقطع منها مثلا
4-5000 متر، ويتعمل فندق ويتعمل جراج. المشروع اتعمل يعني اتقال لنا 40 مره على فكره. وناس كتير قعدت معانا. الناس بتسال ايه اللي موقفه؟ اللي موقفه ان انت بتاخد ان دي نادي اجتماعي، نشاط رياضي اجتماعي مش غرض تسويقي. عشان كده نادي الزمالك اشترى النادي بجزء من الارض وبيدفع فلوس لغايه دلوقتي عشان تبقى انت اللي ليك الحريه الكامله. وده عايز امر جمعيه عموميه توافق على الكلام ده. ما ينفعش تعمله انت كمجلس اداره لوحدك، لازم تعرضه في جمعيه عموميه وجمعيه عموميه توافق ان النادي يتباع. طب ما انتوا بقى متكتفين من كل النواحي. طب انتوا قاعدين طيب خليني اخد تليفونك. انا مش هقعد، انا مش هقعد والله اقسم بالله ما انا قاعد. يعني انا عايز اسال بس قبل التليفون. طيب دلوقتي مجالس الاداره كلها بتاعت الانديه متكتفه من كل الايادي. طب قاعدين هو الكلام ده ما كانش باين زمان لان كانت الدنيا ماشيه يا كابتن، كان في كوره وفي فلوس فالدنيا كانت بتمشي. لكن لما كل الروافد دي كلها قفلت ما بقاش في يعني فلوس في الناس بتحطش فلوسها في السوق في مثلا في الصور زي الاول. ما بقاش في فلوس في البرامج انها تجي تحط التلفزيون، يعني تحط الملاعب ماتشات في التلفزيون. ما بقاش في حد بيذيع ماتشات دلوقتي. ما بقاش في فلوس ان بقى حد منتج على كره القدم لان ما حدش بيتفرج على الكوره دلوقتي. طب عشان بس عندي كلام كتير خلينا ناخد التليفون عشان معانا الخط العميد ثروت سويلم مدير اتحاد الكوره المصري. مساء الخير يا فندم. سياده العميد ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا حازم؟ اخبار حضرتك؟ مدير التنفيذي طبعا لاتحاد الكره المصري. مساء الخير يا فندم. معانا الكابتن جمال عبد الحميد بيسلم على حضرتك. ده مساء كابتن جمال يا سياده العميد ازي حضرتك يا كابتن ثروت؟ يا كابتن جيمي ازي حضرتك؟ وحشنا يا كابتن ثروت. ازي يا عمر؟ زي الفل. النهارده في لعب النهارده ولا مفيش؟ بتلعبوا مع بعض؟ يا ريت تيجي يعني، يا ريت تيجي عشان يعني عشان ايه؟ عشان تستمتع. طبعا بستمتع بيك. نلعب مع بعض على طول. طيب نتشرف بيك كابتن جيمي. الله يخليك يا كابتن ثروت. سياده العميد خلينا بس اتكلمنا على الماتش. خلاص الحمد لله نهائيا ماتش في برج العرب يوم 19 الساعه 6 مساء. الكلام ده فاينل؟ لا يا كابتن حازم، هو لسه حضرتك بكره ان شاء الله في اجتماع مع الكابتن طاهر مع القياده السياسيه الساعه 1 الظهر هيحددوا تحديدا مكان اقامه المباراه. لكن يعني لا لسه مفيش حاجه، كل ده اشاعات يعني او ترى كده. لا حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها هو كان في مجلس وزراء النهارده واتفق ان في بكره اجتماع مع الكابتن طاهر مع سياده الوزير السيسي وكده، وان شاء الله باذن الله يحددوا الملعب استاد القاهره او الدفاع او استاد برج العرب او استاد الجيش بالسويس. استاد الجيش بالسويس ده حته جديده يعني. دي جديده على ده جديده خالص دي. ما هو ده كابتن حازم يعني استاد الجيش في السويس برضه اولا ما اعتقدش ان ممكن بالنسبه للجماهير هيبقى في عدد برضه معين هيتحدد من وزاره الداخليه ووزاره الدفاع، فبالتالي استاد الجيش في السويس بياخد برضه 50,000 متفرج. فكان من المقترحات على اساس ما يبقاش فيه برضه يبقى في مجال قدام وزاره الداخليه ووزاره الدفاع بتحديد ملعب، على اساس ان الجمهور من شروط الاتحاد الدولي او من المكاتبات اللي جت من الاتحاد الدولي ان المباراه لازم تكون بجمهور، على اساس ان ممكن غانا يحضر معاها على الاقل 2000 متفرج او 3000 متفرج. فما يجيش بقى يبقى الماتش في مصر هنا ومفيش جمهور من مصر. هو اقتراح نادي يعني ملعب في السويس ده كان اقتراح من الاجهزه الفنيه ولا اقتراح من الاجهزه الامنيه؟ يعني ما اعتقدش لا هو كابتن حازم الاقتراح ان هم طلبوا ان يكون الملعب اللي هيتلعب عليه مباراه مصر وغانا احد ملاعب كاس عالم 2009. فاحنا ما عندناش غير استاد القاهره وبرج العرب والكليه الحربيه واستاد الجيش في السويس. ده حاليا او المتاح بالنسبه لهم. فالكابتن طاهر يعني كان المقترح ده اديته للكابتن طاهر على اساس يعرضوا عليهم ويختاروا، لان لازم نرد يوم الخميس اخر مهله بالنسبه لنا يوم الخميس ان شاء الله. كابتن ثروت حضرتك يبقى لنا 3 شهور بنلعب في الجونه، ما فكرتوش انتوا كاتحاد الكوره تساعدوا الجونه في ان هم يتعمل اضاءه علشان يبقى بالليل يبقى ما عندكمش مشكله في اي ملعب بعد كده حتى لو بالليل يتلعب في الجونه ويحضر جماهير؟ هو كابتن جمال مش موضوع الاضاءه في الجونه. هو الجونه على فكره تقريبا على وشك ان هو يبقى فيه اضاءه خلال اسبوع او 2، لكن هو استاد الجونه مش من الملاعب المعتمده من الاتحاد الدولي يتلعب عليها مباراه دوليه، يعني يتلعب عليها ماتش غينيا. كان ده نوع من المجامله للكابتن هاني بريده على اساس ان يتلعب الماتش غينيا وكان الوقت ضيق. لكن هو حتى حضرتك لما كانوا كابتن جمال يوافقوا على استاد الجونه كان مشترط فيه ان ده يكون اخر ماتش دولي يتلعب على يعني في مصر في ملعب الجونه. قال لك انت عندك ملاعب معتمده من الاتحاد الدولي يتلعب على احد الملاعب المعتمده واللي اتلعب عليها كاس عالم 2009. لحد النهارده يا كابتن جمال
كان في مجادلات في مواعيد المباريات. طلبوا ان احنا نلعب يوم 18 بدل 19 عشان تسويق الاتحاد الدولي لمباريات كاس العالم. طلبوا ان يبقى ماتش 14 مكان 15 10، وبعدين في اخر لحظات والتدخل وكده واحنا اتمسكنا ان يوم 19 غيروا ميعاد المباراه كابتن حازم من 7 الى 6 مساء. ده بالنسبه لماتشنا احنا. والماتش الاولاني يوم هيتلعب في ميعاده 15 10 الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره و4 بتوقيت غانا. ده يوم 19 دوت، ده يوم 3 يوم كاس عالم برضو. يوم ماتش مصر والجزائر عندي تذكره دي لغايه دلوقتي على فكره. كان يوم 19 نوفمبر برضو مش كده؟ ما احنا قلنا برضو يعني يبقى في بشرة خير باذن الله نكون في نفس التوقيت يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا كابتن سياده العميد، كان مستر برادلي عايز يلعب ماتش تاني بعد يوم 28 يوم 5، هل فعلا هيبقى في ماتش ولا المواضيع تبقى صعبه ان هو كان عايز يلعب يوم 5 مع الكونغو باين او مع بعض الفرق الافريقيه؟ هو الكلام انها كابتن حازم من المباراه سيراليون 28 تمام. هو كان طالب في ماتش تاني يوم 3 في البدايه، وبعدين لقى ان اغلب قوام المنتخب كله المحترفين ولاعيبه النادي الاهلي، هو اصل القوام كله اغلبه من الاهلي والمحترفين، فمش هيبقى عنده غير 5 6 لعيبه او 8 لعيبه، فما اعتقدش ان هو يبقى في ماتش تاني. يعني هو الماتش التاني قال نحطه احتماليه انه يتلعب يوم 8 او 9 على اساس ان تحدد السفر لغانا باذن الله يوم 10 بطياره خاصه. كان الكابتن طارق أبو زيد تم الاتفاق بينه وبين وزير الطيران المدني على يبقى في طياره خاصه هتطلع يوم الخميس 10. انا كان معايا خبر ان الكابتن ضياء السيد بيقول لا مش هنروح طياره خاصه، هنمشي في الطياره العادي، الكلام ده صح ولا ايه اخبار؟ بص يا كابتن حازم، كابتن طاهر حصل مؤتمر صحفي بينه وبين وزير الطيران وتحدد فعلا طياره خاصه قوامها 50 راكب اللي هي البعثه الرسميه للمنتخب، الجهاز الفني واللعيبه والرئيس البعثه. الموضوع ده قرار نهائي واتفقوا عليه. هو كابتن ضياء طبعا شايف ان نزول الطياره اصلا مش هتقدر تروح كوماسي على طول لان ما عندهمش جوازات في كوماسي، يعني الاستقبال بعثه رسميه جايه من مصر تنزل كوماسي على طول، المفترض انها تروح اكرا في غانا وبعدين تعمل ترانزيت وتطلع على كوماسي بعد كده. انا بلغت كابتن طاهر بالكلام ده على اساس برضه يبقى في اتصال ما بينه وبين سفارتنا في غانا، ويبقى في تجهيز لاستقبال طياره مصر في مطار كوماسي. فالكابتن ضياء بيتكلم على اساس ان يبقى اذا الطياره الخاصه يعني ملهاش اصلا اهميه، نتيجه طالما انت هتنزل كده كده في اقرا، طب خلاص ناخد طيران عادي. بس ميزه الطياره الخاصه يا كابتن حازم انك انت صاحب التوقيت وبتمتلك الوقت اللي تروح فيه وتيجي فيه زي ما انت عاوز. فما يجيش بعد المجهود اللي بذله الكابتن طارق أبو زيد نقول لا شكرا هنطلع بالطيران. يعني انتوا كاتحاد هتقولوا للناس لا لازم هنطلع بالطياره الخاصه وشايف ان ده الاحسن حاليا كاتحاد كوره يعني. والله كابتن حازم الكابتن طارق جهز الطياره وعمل الموضوع ده. تمام. يشكر طبعا اكيد، مجهود مشرف. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. تحت امرك. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا سياده العميد على المداخله، وكنا قلنا يمكن ان الكابتن ضياء عايز يسافر طياره خاصه، مش عايز يسافر طياره خاصه انها تقف، والعميد صار وسلم وضح ايامكم كان في طيارات خاصه برضه ولا رحتوا ماتش الجزائر رحتوا بطياره خاصه؟ لا احنا كنا بنسافر 18 ساعه بننزل 50 ترانزيت ونفضل نبات في المطارات ونقعد. وانت رحت ماتش الجزائر اللي كان في قسطنطين ده لعبته ورحتوا عادي طياره عاديه صح؟ طيران عاديه وكان معانا جماهير ورجعنا بالجماهير. كان ماتش حلو، كان ماتش حلو جدا 0-0 وكان بدايه حلوه للانطلاق. انا فاكر الماتش ده كان ما اتذاعش في التلفزيون، اتذاع في الراديو. صح؟ ما اتذاعش. كان انا فاكر كان اشرف شاكر، كانت اشرف شاكر اول مره يذيع، انا فاكر ساعتها كان على حسابه على حسابه وقالوا تعالى ذيع، مفيش حد باين، كان حاجه حدث مش فاكر ايه اللي حصل. طيب خلينا نرجع كمان نكمل كلامنا حاجه كابتن مصر. فاحنا عايزين الانديه تتحرر من الحته ديت لان ما ينفعش. انا بس عايز اقول للساده المشاهدين والناس كلها ان انا دلوقتي كعضو مجلس اداره اجي مثلا اجر الكافتيريا، اجر الكافيه، اجر حمام السباحه لاي حد بعد سنه اتسجن. ليه؟ اصل انت اجرته مش على حسب الشروط. انت طب انا عايز داخل النادي، ما تسيبني. انا عايز اعمل قانون. انا كجمال عبد الحميد بقى لو انا هقعد مع كابتن طاهر واعمل قانون لداخل النادي، هنقول النادي مجلس الاداره يقعد ال4 سنين، اللي مش هيطلع فلوس زياده للضرايب ويصرف على نفسه ويدي كمان الوزاره فلوس، ده المجلس يمشي.
وهنسيبك حر طالما بتطلع فلوس. انما للاسف كل حاجه مقفوشه، فمش عارفين، ولا حد عارف يشتغل، ولا حد عارف يدير. لا هو مش قافش عليك، هو بس بيعمل حاجات لازم تاخد خطوات عشان تعملها. يعني ما ينفعش تعمل مثلا مزايده ما جاتش فخلاص انا هاخد بالامر المباشر، لازم تعمل واحده والثانيه وثلاثه وبعدين تعمل بالامر المباشر، فاهم؟ طب هو لحد دلوقتي مفيش حاجه بتتعمل يا حازم؟ ما بقول لا، يعني هي بتاخد وقت. يعني اخر مره مثلا وقت ايه؟ كل انتوا مشيتوا وكل الناس كنت شتمتك وبتشتمك على طول. يعني خلينا نطلع طب فاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن جمال حميد بعد الفاصل. طيب رجعنا لكم تاني، وكلام مهم جدا من كابتن جمال حميد، ومبسوط طبعا بالحلقه دي مع حضرتك. دايما عندك افكار واراء جديده واحسن حاجه فيك كابتن جمال ان انت يعني بتقول رايك بشكل صريح ولكن ما تزعلش منك حد، ما يبقاش فيها حديه يعني. الحمد لله، لان كلهم اخوات واصحابي وكده. طيب خليني اخد تليفون من كابتن سيف زاهر عضو مجلس اداره اتحاد الكره ورئيس بعثتنا القادمه ان شاء الله لغانا. مساء الخير يا كابتن سيف. كابتن سيف مساء الخير. معانا يا جماعه التليفون؟ طيب كابتن سيف مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير يا كابتن حازم، بحيي حضرتك وبحيي طبعا كابتن جمال عبد الحميد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر المنور. اهلا بيك يا كابتن سيف وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن سيف كنت قاعد في اجتماع مع وزير الرياضه كابتن طاهر ابو زيد كعضو مجلس اداره وكرئيس بعثتنا ان شاء الله القادمه الى غانا. ايه ابرز يعني النقاط اللي طلعت بيها من هذا الاجتماع يا كابتن سيف؟ والله كابتن حازم الحقيقه يعني احنا لسه مخلصين دلوقتي ما بقالناش 5 دقائق. الحقيقه انا يعني طلعت من الاجتماع ده سعيد جدا. كابتن طاهر ابو زيد طبعا حماس غير طبيعي، اي تسهيل كل الصعاب مع المنتخب. يعني خلاص حصل اتفاق امبارح على طياره خاصه هيطلع بيها المنتخب ان شاء الله باذن الله من هنا. وكان عندنا مشكله ان كانت الطياره ما تقدرش تنزل مطار كوماسي على طول، لازم تنزل اكرا لان في مشكله في الجوازات. وكابتن طاهر ابو زيد فتح خط اتصالات مع الخارجيه وبينهي الموضوع. يعني الحقيقه خطوات كويسه جدا، ويعني الناس واقفه في ظهر المنتخب بشكل غير عادي. لان برضو عايز اقول لك ان الكابتن طاهر ابو زيد نفسه ما حد لعيب كوره حاسب منتخب حاسب الوضع. القصه الحقيقه مختلفه ومتغيره بشكل كبير، وهو ده الشيء الحقيقه كابتن حازم اللي يعني بيسعدنا تماما. لان كمان لازم الناس تبقى عارفه، يعني كان في حديث دلوقتي كابتن طاهر بيقول لي لازم الناس تبقى عارفه ان الجوله الاولى او الماتش الاول ده يمثل 60-70%، مش بس مساله 50%، لان هي هتكون بدايه للماتش الثاني هنا ان شاء الله. وبرده خبر كويس للناس ان الماتش الثاني تاكد ان هو هيتلعب في مصر، بس لسه يعني خلال 48 ساعه ان شاء الله باذن الله هيتحدد الملعب، بس هو ان شاء الله باذن الله هيتلعب هنا على ارض مصر. طب هيكون بجمهور يا كابتن سيف ولا ممكن يبقى من غير جمهور او بنسبه محدده؟ هو كابتن حازم برضو الحته دي الناس لازم تفهمها ان احنا اللقاء لو هيتعمل في مصر احنا مجبرين ان هو يكون بجمهور، لان انت حضرتك عندك فرقه غانا انت مجبر ان انت تدي لها عدد معين من التذاكر، فما ينفعش ان انت تلعب هنا في استادك على بلدك يبقى في مثلا 1000 او 1500 واحد من الفريق الغاني او من الجمهور او من الجاليه هنا موجودين بيشجعوا وانت ما عندكش حد، والاتحاد بيلزمك بكده. فيعني ما اعتقدش ان احنا عندنا حلول ان شاء الله باذن الله غير ان هو يبقى بجمهور. واعتقد ان دي يا كابتن حازم مش بس بدايه او مش دي النهايه او ده اخر ماتش لتاهل مصر لكاس العالم، لا دي خطوه اعتقد لمصالحه كبيره مع الجمهور وخطوه كبيره لعوده النشاط. يعني هتكون الحقيقه خطوه كبيره لحاجات كتير جدا لو يعني اشتغلنا الموضوع صح او وقفنا كلنا في ظهر بعض. اعتقد ان ده هيفرق معانا قدام كتير جدا. وزير الرياضه لما يكون لاعب او رياضي بتفرق يا كابتن سيف في التعامل بشكل جدي يعني؟ عايز اقول لك يا كابتن حازم ان هي طبعا يعني بتفرق بشكل كبير، لان هو بيبقى حاسس باللاعبين. يعني النهارده يقعد يتكلم مع اللاعبين، اول حاجه لما بيبقى اسم كبير زي مثلا كابتن طاهر ابو زيد، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن حازم امام، يعني اي كابتن محمود الخطيب، اي حد من الاسامي الكبيره بتبقى قدوه للعيبه. بيبقى حاسس لما بيجي النهارده يوفر طياره خاصه بيبقى عارف ان انا عايز اللعيبه دي تروح مريحه، عايز اللعيبه دي تركز. النهارده بيتكلم الطياره بتبقى مقفوله على اللاعبين، مش عايزين على مين، بتتكلم في حاجات برضو تكنيكال بتبقى بتفرق. يعني تبقى انت عشت اللحظه زي كابتن حازم مثلا لما نيجي نتكلم في الفنيات، لو مثلا اتكلم انا او تتكلم حضرتك، لا انت لعبت كاس لعبت في الملعب، عارف نوعيات فنيات معينه، طبعا بتفرق بشكل كبير بالذات في يعني في التعامل مع اتحاد الكره او مع منتخب مصر. كابتن سيف يمكن ناس كتير بتسال اللي عايزين يسافروا الطياره الخاصه دي، يعني هل الناس تسافر معاكم ولا طياره خاصه باللعيبه
ولا الناس اللي عايزه تسافر تعمل ايه؟ انت هتبقى رئيس البعثه، فبرضه قول لنا ايه المطلوب للي عايز يسافر الماتش ده يعمل ايه؟ لا اعتقد ان هنا كان برضو يعني ده برضو سؤال كويس يا كابتن حازم. يعني كابتن طاهر قال انا جبت ده قرار اتحاد الكره او قرار الجهاز الفني قرروا فيه كيفما تشاء، ولكن اعتقد ان في قرار للجهاز الفني ان هم عايزين ينتخب تماما وهيحطوا سيستم للتعامل مع الاعلام، بس اعتقد ان هم مفضلين ان الطياره تكون منتخب مصر فقط لا غير. يعني ده لحد دلوقتي كلام الجهاز، ولكن اعتقد ان القرار في الحته دي هيكون للجهاز الفني، هنقعد معاه وطبعا هم اللي هيبقوا في الحته دي شايفين الرؤيه واحنا هننفذها بحيث ان هو ما يكونش يعني يكون في تركيز للمنتخب ان شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيف زاهر عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثتنا إن شاء الله القادمة إلى غانا، أو القادمة راح ذاهبة إلى غانا مش القادمة إن شاء الله إزاي القادمة إلى غانا؟ طبعا قادمة لغانا برضه، ما هي رايحة لو إحنا عايشين في غانا يعني رايحة لغانا، ما إحنا في غانا دلوقتي. والله طب والجمهور اللي رايح يروح إزاي يعني؟ أنا متهيألي في هيعملوا في شركات خاصة كتير هتطلع، متهيألي تطلع طيارات. احنا اتكلمنا كنا عايزين احنا كجيل 90 نجمع اكبر عدد من المدربين اللي هم عندهم وقت فاضي. محي دلوقتي بيقول وزير الطيران خصص طيارتين هيبقوا للجمهور وللاعلام. حلو جدا جدا. تطلع فيها دي ان شاء الله. ما انا بقول لك احنا بنفكر نجمع بعض ونروح نقف نساند المنتخب، لان يبقى حاجه تبقى كويسه، حاجه كويسه جدا. فاحنا بنشوف مين اللي يسلموا بعض ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب تحب نرجع تاني ولا تخش على المنتخب؟ ونرجع بس في حته يعني دي اتمنى ان تتقال يعني، ونخش على المنتخب. الحته دي مش كتير قوي، بس انا برضو عايز مش عايز اخسر يا حازم، مش عايز اوصل ان انا اكون مثلا ايه ثانويه عامه وجايب 40% واجي السنه الجايه اجيب 45% يقول لا بص انا زدت بس انا ما وصلتش ما نجحتش ما وصلتش. فمش عايز اوصل ان انا ابقى كسبان ماتش وابقى فرحان، مش عايز ابقى متعادل مع النادي الاهلي وابقى فرحان انا متعادل ما اتغلبتش. لا الزمالك اول نادي خد 5 بطولات افريقيا في افريقيا 93 كان اخر حاجه كان كام؟ 2004 كان معاكم مش كده؟ 2000 نادي الزمالك نادي عريق بتاع بطولات وما ينفعش ان انا ابقى فرحان بمباراه. فعشان كده احنا لازم نحط نظام. النظام ده ايه؟ انا عايز جزاءات زي من المكافآت، ولازم دي تحصل. انا نفسي يا كابتن حازم. اللعيبه ما بتاخدش فلوس يا كابتن بصراحه يعني، ده جزاءات كمان من 8 سنين ما بتاخدش فلوس؟ لا يعني السنتين دول يعني من 8 سنين ما بتاخدش فلوس. عايز كل ما نخسر اللعيب ياخد اكتر، كل ما نخسر فيكسب ليه؟ قول لي ليه؟ قول لي ازاي؟ يكسب عشان الناس، يكسب عشان يخسر ياخد اكتر ازاي؟ طبعا انا مش عارف، انا قلتها معاك قبل كده. هو يعني لما بيجي عقده بيخلص ويكمل عقده يحط فلوس اكتر يعني؟ لا هو بيخسر دلوقتي، بيخسر الماتش. اول حاجه بتتعمل المدرب بيمشي، بيجي مدرب جديد. دايما هيجي عايز افتح صفحه جديده، يشيل كل حاجه، يروح احسن فندق في مصر واحسن ملعب، والولاد ياخدوا فلوس متاخره عشان نفتح صفحه جديده. واحلى لبس، احسن الفانلة التيشيرت دوت الخطين لا كده احنا عايزينهم كده، وياخد شنطه جديده، ياخد كل حاجه حلوه. ويجي عشان في مدرب جديد جه بقى فعايز يعمل، هو الراجل عايز يشتغل كويس. ايوه ولو كسب ايه اللي يحصل؟ بيتمرن على نفس ملعب نادي الزمالك، ما يروحش الفندق، ما بياخدش لبس جديد، ما بياخدش عقود متاخره، ما بياخدش اي حاجه. فبالتالي اتعودنا على الخساره عشان ناخد اكتر حاجه ممكنه منها. النهارده انت بتقول ايه؟ بتقول احنا مش قادرين نوفر 250,000 دولار لسيسي عشان يقعد بعد الخساره. بس موضوع سيسي ده يا كابتن يعني احنا تواصلنا مع سيسي بعد ما مشي وقلنا له، كلمنا راجل في ليبيا وانه ياخد الفلوس ويرجع. هو الراجل ما كانش عايز يرجع. ما انا عايز اقول لك يعني بقول له بس بمناسبه سيسي، انا قصدي اقول لك ان احنا دايما في الخساره بندي اكتر مش بنجاز. طب انت دلوقتي انا بص يا كابتن حازم، لا بس هو سيسي قلنا هياخد فلوسه بس انا سيبك من سيسي. انا دلوقتي متعاقد مع الكابتن حازم ليه؟ كنادي الزمالك متعاقدت معاك ب 3 مليون جنيه السنه دي. اجي اجيب جول تتلوي وتزود لي، طب انا جايبك عشان تجيب لي بطوله، عشان جبت لي جول ولا بصيت باصه ولا كسبنا ماتشين ورا بعض، عايز تتعلي العقد بتاعك؟ ما ينفعش. انا بالعكس، انت ما خدتش بطوله اقسم لك نص المبلغ، مش هديك المبلغ كله. هو دايما اللعيبه كابتن هيقول لك ايه؟ طب انت اخسر مني لما تكون بتديني، لكن انا ما باخدش. وكمان انا بتكلم على 6-7 سنين اللي قبل كده، اللي احنا كان الزمالك بيدي اقوى وعلى ايدك انت كان بيدي اكتر فلوس. كناش بناخد بطولات ليه؟ عشان نفس الحكايه، عشان برضه كل ما الفرقه بتخسر مدرب بيمشي ويجي مدرب جديد. ايوه ويجي ياخد احسن. يعني عايز يفتح صفحه جديده، فمش عايز يبقى في خصومات على اللعيبه وكده. لازم في سنه من السنين نادي الزمالك طلع سادس مره 2008
سنه من السنين اللي فيها طلعنا بني عبيد من الكاس. ايوه كانت نفس السنه دي. سنه من السنين، والاهلي خد البطوله. الاهلي خد 60,000 جنيه مكافاه الدوري العام. الزمالك عشان يبتدي الموسم الجديد بمدرب جديد، كل واحد خد عقوده المتاخره المفروض تتخصم منه 300,000 600,000 500,000. خد اكتر من اللي خد البطوله. عايز نكسب ليه؟ لو خدت البطوله بس ما هو حقه فلوسه يعني هياخدها برضه. ما هو بس لما ما جبتليش بطوله ما تاخديش حقك. انت حقك ان انت تاخد المبلغ دوت عشان تجيب لي بطوله. طب ما جبتليش المبلغ ده بتاخد حقك ليه؟ مش حقك، ده مش حقك. يعني العقد اللي هو ال 100% ما ينفعش ياخد فلوس لو خسر ده، بس دي تبقى بنود عقد. انا شايف ان ده يتعمل في بنود العقد، ده لازم ان هو انت هتاخد 100%. عشان كده بقول لك ده حل. صح. عشان اللعيبه احنا عندنا في نادي السكه كابتن ابراهيم نور الدين، على فكره بنبارك له ان هو بقى حكم دولي. راح القائمه الدوليه كابتن ابراهيم نور الدين، وقدم استقالته من نادي السكه ورفضه اساسا ان هو مدير كوره فاهم. عمل ايه يا كابتن حازم؟ عمل اي لعيب ياخد العقد كامل، بس ياخده بسرعه كده، ياخده اول ياخد التلت في البدايه والتلت في نص الموسم، وياخد مرتب شهري عالي، ولو ونص ياخد ونص في الاخر. في الاخر خالص لو خد الدوري ياخد كل فلوسه، لو ما خدش الدوري يبقى تاخد نص فلوسه. يعني فكره طبعا ودي مهمه جدا، بس احنا في اخر الحلقه فمش هقدر اعلق عليها بشكل كبير. كانت فكره مهمه جدا، فكره كويسه جدا، واعتقد لازم نحطها في الحسبان في اي عقد يتعمل بعد كده الموضوع ده. ولكن هي عايزه سيوله ماديه، انك تقدر تدي مرتب شهري لمده 12 شهر وتدي فلوس 20 و20. يعني ان شاء الله نتمنى خير للكره المصريه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن جمال، بشكركم اعزائي المشاهدين، ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.